طريق صلاح سالم 60، طريق الاوتوستراد لغايه النيل 70، محور صفت اللبن 60. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعت لكم من تاني ومعاكم احمد عبد المحسن. في البدايه احب ارحب بيكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. ربنا يا رب يجعله شهر كريم علينا كلنا ويتمه لنا على خير ان شاء الله. لما نزلت الفيديو بتاع السرعات القانونيه في اسكندريه ناس كتير كلمتني وقالت لي اشمعنى القاهره ما بتنزلهاش حاجه، هو انت عشان من اسكندريه بتنزل اسكندريه وبس؟ فجيت لكم النهارده عشان اعمل لكم فيديو على كل السرعات القانونيه لكل الطرق بتاعه القاهره، عشان خاطر ما فيش حد يبقى ماشي بالعربيه ومش عارف الطريق سرعته كام ويبتدي ان هو ياخد مخالفه من الرادار. فلو انت مهتم بالموضوع ده تعالى معايا. اي نفق سرعتك فيه تبقى 60، اي محور جديد لسه معمول سرعتك فيه تبقى 80، اي مدخل مدينه وشوارع سكنيه سرعتك تبقى 40، اي كوبري سرعتك فيه تبقى 60، منحنيات كوبري 6 اكتوبر سرعتك فيها تبقى 40. ولو انت شاطر بقى وبتعرف تحفظ تعالى اكمل لك. محور المشير سرعتك فيه تبقى 60، محور جوزيف تيتو 80، طريق التجمع الخامس 60، التسعين الشمالي والجنوبي برضه 60، محور 26 يوليو 90، نفق الازهر 50، كوبري اكتوبر كله سرعتك فيه تبقى 60، وعند غمره ومنحنيات سرعتك تبقى 40، امتداد محور رمسيس 80، كوبري النزهه 60، محور المليون شجره بمنطقه النزهه 80، طريق صلاح سالم 60، طريق الاوتوستراد لغايه النيل 70، محور صفت اللبن 60، الطريق الدائري 90، الطريق الاوسطي 120 وبعض المنحنيات اللي فيه بتبقى سرعتك فيها 70، الطريق الدائري الاقليمي 120، محور الضبعه ورود الفرج 120، طريق حلوان لغايه الكريمات 120، طريق الاسماعيليه 90، طريق السويس 100، طريق العين السخنه 120، طريق الزعفرانه الغردقه 100، طريق القاهره اسكندريه 120. ويبقى كده انت عرفت كل الطرق وسرعتها ايه وتقدر ان انت تمشي فيها من غير ما الرادار يضحك عليك ويلقطك مخالفه. السلام عليكم.